نهار ماتوا المغاربة كاملين بالجوع أو بما يسمى بعام البون. في عام 1944 و 1945 كانت الظروف هي الحرب العالمية الثانية. أولا، علاش تسمى عام البون؟ في وقت الاستعمار كانت المجاعة في المغرب، وفرنسا كانت دارت دي كارني وكانت كتعطي واحد الورقة سميتها صالح لك بالفرنسوية، وهذا البون كتشريه بالفلوس وعندك نسبة شهرية معينة، يعني شحال غتاخد هالقد وهالقد ديال الطحين. كاينين عائلات اللي كتوصلهم 9 ديال الكيلو في الشهر بالنسبه للبوادي، وفي المدن كانوا كيعطيو 5 كيلو. ولكن علاش هاد التفرقه ما بين المدن والقرى؟ تيقولوا لك ان المدن ممكن تدبر حالك، كاينين الجيران وكاين شي يساعد شي، يعني ماشي بحال القرى كتلقى دار هنايا ودار هنايا والصعوبه في التنقل. يعني داك الشيء علاش القرى خداو حصه اكثر من المدن. السكر كان قليل بزاف في عام البون. المغاربه بطبيعه الحال كانوا كيصاوبوا اتاي، واللي مزهار كان كيحليه بالعسل، اما اللي ما مزهارش كان كيشد خيزو كيطحنو كيديروا معاه اتاي باش يجي يحلو. الظروف ديال العام البون كان عندها علاقه مع الحرب العالميه الثانيه. فرنسا ردت المستعمرات ديالها كلهم اللي في افريقيا واللي في اسيا، رجعتهم ولاو خلفيات للانتاج. مثلا المغرب كاع الفلاحه والصيد البحري كلها كتمشي للجبهه في اوروبا للحرب العالميه الثانيه باش العسكر والشعب الفرنسي ياكلوا. وهذا هو المشكل اللي خلقت فرنسا في المغرب واللي خلفت واحد المجاعه كبيره في المغرب. الناس ما لقاو ما ياكلوا، كلاو الجراد. واول مره المغاربه غياكلوا البقوله، شدوا البقوله وقطعوها وشرملوها وكلاوها. فرنسا جوعات المغرب على حساب جبهات الحرب. الناس ما لقاو ما ياكلوا والو، لدرجه حتى داك الشيء اللي كيطيح من الشجر بحال البلوط والخروب حتى هو منعاتهم عليه. يعني كلشي هزاتو فرنسا وداتو لجبهات الحرب، ما بقى لا قمح لا سكر. وعلى ذكر القمح، المغاربه اخترعوا واحد الخبز سميتو ييرنا او البطاطا البلديه. كانوا كيطحنوا واحد النبته بالجذور ديالها، وداك الطحين هو اللي كيردوه خبز، ولكن فيه واحد المروريه راه ما يمكنش وكيسبب واحد الاسهال اللي هو حاد بزاف. ولكن المغاربه تيقول لك اللهم داك الاسهال الحاد ولا داك الموت ديال الجوع اللي كنعانيو منه. ونزيدكم، المغاربه طاحوا تاني على واحد النبته سميتها طيب الغيبه. هاد النبته مسمومه، تاكلها مره جوج تودع. وكانت قتلت الاف ديال الناس، والمشكل ان المغاربه عارفين ان ديك النبته مسمومه وكان خاصهم غير يسدوا الجوع ديالهم مهما كان الثمن. المغاربه كلاو حتى الشمندر، واخا الشمندر كان كيتعطى للعلف الحواله وكان كيعجبهم في عام البون، وكانت شي حاجه كبيره بحال كنتي كضرب الاناناس ولا بوعويد ولا لافوكا ولا البنان في هاد الوقيته هادي. المغاربه كلاو حتى القطوط والكلاب، لدرجه شي مناطق ما بقيتيش تلقى فيها لا كلب لا قط، وحتى الفكار حتى هما كلاوهم. المغاربه كلاو لحم الخنزير لاول مره منين دخل الاسلام، وكانوا كيقلبوا عليه للدواء، وكلاو حتى حلو في الغابه. وكانت عندهم شي حاجه كبيره لدرجه الا لقيتيه وبحال عندك شي عرس. وراه الصراحه الظروف ديال المجاعه ديك الوقت وانت عندك حلو فيه 150 كيلو، راه ماشي عندك غير عرس، راه بحال عندك شي كنز ولا هاكيتي الحياه. ما كاينش شي دلائل على ان المغاربه كلاو بعضياتهم في ذاك الوقت، رغم ان المناطق اللي كتضرب المجاعه كيلجؤوا لإدامة أكل لحوم البشر. لو كانيباليزم معروف في جميع المناطق العالم، في آسيا وفي أمريكا، والمجاعة كتوصل له كانيباليزم. أما المغرب ما كاين حتى شي دليل في جميع المصادر. بطبيعة الحال انتشرت الأوبئة أو الأمراض اللي متعلقة بالتغذية والنظافة، وحيت فرنسا كانت مسؤولة على المغرب، وحيت في القانون الدولي المحتل هو المسؤول، حيت كانت على فرنسا إدارة الأزمة. واخا هي السبب، الناس ما كانش عندها الصابون وحتى شي وسيله للنظافه، لدرجه ان دوك الاوبئه اللي كانوا غابرين رجعوا، وبزاف ديال الامراض اخرى. المغاربه باعوا ولادهم للاجانب، ما كتعرفش اش يدير بهم، واش يستغلوا ولا ياكلوا ولا يستعبدوا ويردوا عبد عنده، ما كتعرفش شنو المصير ديالو. ولكن العائلات المغربيه بسبب وحش الجوع، والجوع ما كيعرفوا غير اللي جربوا. المعروف على سيدنا علي تيقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، بقوة معارف الفقر والعواقب ديالو. بالنسبة للوفيات 50 ألف واحد حسب الإحصائيات الفرنسية، ولكن أنا كنظن غتكون الرقم كبير بزاف أكثر من هكا، حيت فرنسا غتبغي تخبي على المصيبة اللي دارت. نسيت، فرنسا كانت كدير شي فعايل، كانت كتدي الخيرات ديالنا، والمعمرين الفرنسيين اللي في المغرب كانت كتهلا فيهم أضعاف وأضعاف أكثر من المغاربة، لدرجة الفرنسيين كتكون عندهم الشوكولاتو والعسل والحليب وأي حاجة اللي كطيح لك في بالك كاينه عندهم. وانت كمغربي تمشي عند شي فرنسي وتقول له الشوكولات يخلي ضاربوك. واخيرا اسال الله الا يعيد على المغرب عام الجوع او عام البون.
وحتى لهنا القصه ديال اليوم سالات. ولا عجبتكم الحلقه ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناه ديالي باش يوصلكم اي جديد. تبقاو على خير ونشوفكم حلقه جايه ان شاء الله. تشاو.